امتى ان شاء الله؟ هذا الحادث بصوا يا جماعه، اكيد طبعا الحوادث، اكيد اي حادث او اي مشكله بيبقى لها اثار جانبيه، انما هو طبعا قوه الاثر او الاثر السلبي للحوادث بيتم معالجته بطرق معينه. احنا ان شاء الله هنعالج هذا الاثر، ومش هنعالجه بالطريقه التقليديه اللي احنا هنطلع نقف في الشارع ونقول كل اللي بيتقال علينا غلط واحنا مش عارف ايه والكلام ده كله. لا، احنا هنثبت بالاجراءات ان احنا فعلا ما كانش فيه تقصير من عندنا، وان احنا في مرحله جديده في التعامل مع هذه الامور. احنا عندنا اجهزه كتيره جدا جايه جديد، اجهزه امنيه كتير جايه. الاجراءات الامنيه تمت مراجعتها من اكثر من جهه، واحنا عندنا ثقه كامله جدا 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 في اجهزتنا الامنيه وطريقه التعامل معاها. الوزير، ازاي تم التفاوض معاهم؟ يعني حضرتك كنت عملت غرفه لانعقاد الازمات النهارده، ازاي تم التفاوض معاهم وازاي وصلتوا لحل معاهم؟ هو شخص واحد ونمره واحد. نمره اتنين، هو الحقيقه يعني الموضوع انا كنت بقول حتى وانا في قبرص ان هو كان دور هزار تقيل، انا ممكن اسميه كده، لان الحقيقه هو لا كانت في مطالب سياسيه ولا كان في عايز اقول تعقيدات في متطلبات الراجل، وما كناش فاهمين متطلباته ايه. انا طبعا لا اتحدث عن حد ولا ادعي انه زي ما حد بيقول طب هو كان تعبان ولا مش تعبان نفسيا ولا لا، الكلام ده مش مظبوط. طب كان ايه الكلام ده مش السبب مظبوط اللي عنده؟ يعني ايه السبب؟ لم نصل الى سبب واضح في هذا الموضوع. ناس كتير اتكلمت في اكتر من حاجه، انما التحقيقات هي اللي هتثبت هذا الموضوع. انما اللي انا عايز اوصله احنا كنا شبه متاكدين بخبرائنا الامنيين ان الحزام اللي هو لابسه ده مش حزام ناسف. تمام، انما بحسب طريقه معالجه الامور وخوفنا على الناس ما نقدرش الا ان نتعامل مع هذا الموضوع على انه موضوع جدي جدا. بس زي ما بقول لك احنا كنا قاعدين داخليا شبه متاكدين كلنا وبنتكلم مع بعض انه طب لو طلع ناسف هنعمل ايه، طب لو ما طلعش ناسف هنعمل ايه، بنتحدى بعض داخليا. وكان في 99% من خبرائنا الامنيين